اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ تعالوا اما نشوف معانا ايه النهارده بإذن الله. معانا بقى خير الشتاء. اللبن في الشتاء بيبقى جميل جدا، اللهم بارك، دسم وحلو قوي. عملت جبنة قريش اللهم بارك في منتهى الجمال. ومعايا كمان هنا قشطة او كريمة زي ما بتسموها. ومعايا كمان الزبدة ديت اللي هي في الطبق اللي في الجنب ده، كنت عاملاها من مرة قبل كده. اللهم بارك. طول ما باقي بقى اللبن قدامي كويس وحلو ودسم بستغله بقى. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما عنتش ببطل أعمل الجبنة دي بالشكل ده، بطريقة اللهم بارك نملى بقى بيتنا بالخير. تعالوا بقى اما نشوف هنقطعها ازاي، وشكل القطعة هيبقى طالع عامل ازاي، وكريمي ولا مفرولة كده ولا ايه الدنيا. بصي الخرطة بقى طالعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ماسكة نفسها. وزي متهيألي احسن ما بنجيبها من بره كمان، مش هقولك زي بره، لا ما شاء الله والله انضف من بره واحسن من بره. انا عن نفسي بصراحة مش بوزن علشان مثلا اقولك هم طلعوا معايا قد ايه او كده، لا دي مرة تانية، دي تعتبر اول مرة كنت اعمل فيها الجبنة. آه. طلعت بقى معايا بالشكل ده. المفروض ان انا ايه، كنت برضو المها شوية، بس برضو طلعت في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده. حتى لو تاخدي بالك هتلاقي اللبس متغير زي ما قلت لك بقى في الاول كده. اللهم بارك، ساعات ما بلاقي اللبن حلو ما بترددش ان انا اعمله، وهو بالمره خزن بقى الزبده اللي هنعمل بها سمن بلدي من الشكل ده، ومن الجبنه اللي هنعملها بالطريقه دي مع بعض. كميه اللبن اللي انت عاوزاها لو 2 كيلو حتى هيطلع معاكي برضو حاجه كويسه. تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه عملت ايه، انا كنت جايبه معايا كميه من اللبن زي ما تحبي إيه تجيبي هاتي. انا بصراحه ما وزنتش يعني الجبنه طلعت قد ايه ولا كده. صفيت اللبن وحطيته في حله زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وكنت مسخنه الحله. تمام، الحله سخنه، نزلت فيها باللبن بتاعي. دي تعتبر تاني يوم مثلا. بعد ما سبت اللبن بقى وحطيته في مكان دافي، انا صفيته زي ما احنا شفنا مع بعض، وكنت مسخنه له الحله. حطيته في مكان دافي وليكن في فرن البوتاجاز، والفرن طبعا مطفي مش سخن. وسبته في فرن البوتاجاز مثلا يوم واتنين، ده كان مثلا تاني يوم. يعتبر عمل لي زي قشطة، بس من تحت لسه ممسكش. تالت يوم حبيت برضو ان انا اوضح في الكاميرا، ولكن الكاميرا هنا خانتني ما كانتش موضحة قوي. كان برضو لسه في لبن تحت اهو، وخدتوا بالكم يعني انا يعني حاولت اشيل القشطة من الجنب كده عشان يبان في الكاميرا. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اللبن لسه ممسكش. هسيبه برضه لتالت يوم بقى بإذن الله هيكون ربط معايا كده بفضل الله. كان جمع قشطة بقى، وكان اللبن من تحت مسك يعني في بعضه وخلاص يعتبر كأنه راب كده. بتشيلي بقى القشطة كده بتجمعيها زي ما شفتي كده كأنه منديل، وبتطبقيه كأنك بتطبقي منديل كده، بتشيليه من الأطراف. اللهم بارك في منتهى الجمال. وريحتها بقى الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وده كله بيرجع لنوعية اللبن اللي بتستخدميها. اللهم بارك اللهم بارك في منتهى الجمال. كنت فرحانة جدا 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 وانا بعملها. خلاص انا شلت القشطة بقى بالشكل اللي احنا شفناه مع بعض، وهنا اللبن آه اللي هو يعتبر ختم بقى معاكي في الحلة. خلاص ابتديت ان انا الحصيرة بتاعتي حاطة تحتها طبق سلستين كبير كده، بحيث يتلقى الشرشة اللي هتنزل منها. وضيفي الملح اللي يعجبك على حسب ذوقك. وابدأي ان انتي قلبي بقى الملح كده في اللبن بتاعك. هتطلع ما شاء الله جميلة وكريمي كده، وما تحسهاش زي بتاع بره. بتاع بره تحس ان هما مش عارفة بحطوا عليها دقيق ذرة ولا بحطوا عليها ايه مش عارفة. لا لا مش حلوة خالص، وفرق كبير قوي قوي بين اللي انا بشتريها واللي انا عملتها المرة دي. اللهم بارك في منتهى الجمال. هبتدي ان انا اعلقها بقى الحصيره بتاعتي كده. انا سبتها تنزل من الشرشه شويه كده، وبعد كده ابتديت ان انا اعلقها على المقبض بتاع المطبخ بتاعي والطبق تحتها، بحيث تنزل الشرشه فيه. هنا الزبده القشطه بقى علشان احولها لزبده، حطيت عليها رشه من الملح كده، وابتديت ان انا اقلب فيها. كانت كريميه جدا ما شاء الله. إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هفضل بقى اقلب فيها لغايه ما الاقيها فرولت كده. وبعد الفروله دي تلاقيها بقى بتسرد بقى في الميه بتاعتها. الخض بقى اللي بنسميه بنقول عليه الخض. الخض ده ما ترموهوش لانه تحفه جدا. ممكن تعملي بيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تكملي مثلا عليه وتعملي بيه قراقيش، تعملي بيه قرص طريه. المهم ان هو طبعا يعني بيبقى كنز ما يترماش بالشكل ده.
دي كانت تقريبا في البولة البامبا دي، كانت أول مرة أعملها معاكم يعني بالشكل ده وأصورها. هتاخدوا بالكم حالا لون البولة هيتغير تاني، هعمل تبقى مرة تانية، واللبس كمان هتلاقيه متغير لو خدت بالك من الفيديو. فاللي هي تحفة ما شاء الله يعني، والنتيجة طالعة معايا مرضية جدا. ده بقى الخض اللي طلع زي ما بنقول عليه. انا بعد ما سبتها بقى تتصفى، بعد ما سبتها تتصفى معايا على المقبض بتاع المطبخ، كانت معايا بالشكل ده. هبتدي بقى ان انا خرطتها زي ما احنا شفنا مع بعض. واذا عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تحط الاشياء بتاعتي. بالشكل ده كانت طالعة اللهم بارك في منتهى الجمال. معلقتين زيت زيتون بقى كده وقرن فلفل، مع طماطمايه، وهرسلك بقى كده ايه قطعة كده ايه بالشوكة، ودوقي بقى عمايل ايديكي واللهم بارك تحفة. ربنا يحسن ما بين ايدينا، واستودعكم الله، والسلام عليكم.